وبدأت انتفاضة الحجارة عام 1987 الانتفاضة الأولى للشعب الفلسطيني الرافضة للامتداد الصهيوني والانتهاكات الصارخة ضد الشعب الأعزل. توقفت في سبتمبر عام 1993 بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقية أوسلو. في 28 سبتمبر عام 2000 اندلعت انتفاضة الأقصى الانتفاضة الثانية، والتي استمرت حتى فبراير 2005 بتوقيع اتفاق الهدنة في قمة شرم الشيخ. ثم عادت انتفاضة القدس الانتفاضة الثالثة، التي تزامنت مع تنفيذ قوات الاحتلال الصهيوني ضرباتها الجوية على قطاع غزة في أكتوبر عام 2015. ثم جاءت صفقة الخزي والعار، صفقة القرن، التي أعلنها ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تضمنت استمرار السيطرة الإسرائيلية على معظم الضفة الغربية المحتلة عام 1967، وضم الكتل الاستيطانية الضخمة في الضفة الغربية لإسرائيل، وبقاء مدينة القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية. وفي 6 ديسمبر عام 2017 اعترفت إدارة ترامب رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، في تحدي للشعوب العربية والشعب الفلسطيني المكلوم. ثم قام موقع جوجل بإخفاء فلسطين من خرائط البحث جوجل، مخالفا بذلك المواثيق الدولية ومتجاهلا الحقائق التاريخية الموثقة للقضية الفلسطينية. وأكد شعب فلسطين وأنا معهم أن الخريطة الحقيقية محفورة في قلوبنا. وبعد 40 عاما من التيه والتشرد على أبواب عواصم القرار، وبعد أول معاهدة سلام عربية إسرائيلية، الدولة الفلسطينية ما زالت حلما بعيد المنام، ومعاناة الفلسطينيين إرثا حزينا تتوارثه الأجيال، حتى تعود الجميع منذ زمن بعيد على وجود قضية فلسطين وعلى معاناة شعبها، وتعودنا على الصراع الذي لا ينتهي مع الكيان الصهيوني، حتى أصبحت الكوارث التي تعصف بالمنطقة العربية تكمن جذورها في غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية، وتحولها إلى جرح مفتوح كل ما حوله صديد يخرج منه ولا مفر من مضاعفات جديدة ما دام الجرح لم يلتئم. وتحول اهتمام العالم عن فلسطين إلى قضايا أخرى، ليصبح الشعب الفلسطيني وجها لوجه مع الكيان الصهيوني. في النهاية القضية الفلسطينية ستظل قضية الشعوب العربية، وفي القلب منها الشعب الفلسطيني القادر على المقاومة والتشبث بأرضه حتى يستعيد كل حقوقه. وأنا معكم رنسي جمعة أعلن تضامني مع الشعب الفلسطيني الصادق.